درسنا الجديد بيتكلم عن قارتي آسيا وأوروبا. ناخد الدرس الأول، الجزء الأول من الدرس. عنوان الدرس: موقع ومظاهر سطح قارتي آسيا وأوروبا. أول حاجة، قارتي آسيا وأوروبا امتداد طبيعي من اليابس من الشرق إلى الغرب. أطلق على القارتين اسم مصطلح أوراسيا. بما تفسر لماذا أطلق على قارتي آسيا وأوروبا مصطلح أوراسيا؟ لأن قارة أوروبا زي حضراتكم ما شايفين في الخريطة هي امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة الغرب. امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة الغرب. أوروبا امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة الغرب. أولا هناخد موقع ومساحة قارة آسيا. ناخد بالتفصيل موقع ومساحة قارة آسيا. هناخد أولا الموقع الفلكي اللي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. هنتعرف على كم دائرة عرض بتمر في قارة آسيا وكم خط طول بيمر في قارة آسيا. يلي تمتد قارة آسيا بين دائرتي عرض من 10 جنوبا إلى 81 شمالا. من 10 جنوبا إلى 31 شمالا. وخطي طول من 26 شرقا حتى 170 غربا عند حدودها مع قارة أوروبا. نستنتج من الموقع الفلكي اللي يهمني من الموقع الفلكي مش الأرقام بس، اللي يهمني من الموقع الفلكي إن قارة آسيا تقع معظمها في نصف الكرة الأرضية الشمالي. معظمها مش كلها. ليه يا مستر؟ لأن الأجزاء الجنوبية أو الأطراف الجنوبية اللي هي جزر أندونيسيا التابعة لقارة آسيا تقع جنوب دائرة الاستواء. تقع جنوب دائرة الاستواء. يبقى لما يجي يقول لك معظم قارة آسيا تقع في نصف الكرة الأرضية الشمالي ما عدا الأجزاء الجنوبية، أقول العبارة صح. لكن لما يجي في جملة في عبارة أخرى يقول لك تقع كل قارة آسيا في نصف الكرة الأرضية الشمالي، أقول العبارة خاطئة. لأن جزر أندونيسيا دي تقع جنوب دائرة الاستواء في المحيط الهندي، وهي آخر جزء لقارة آسيا في الجنوب. تاني حاجة بنستنتجها من الموقع الفلكي أن قارة آسيا هي أكبر قارات العالم من حيث الامتداد الفلكي، لأن قارة آسيا تحتل المركز الأول من حيث المساحة. فالمساحة بتدي مجال لقارة آسيا في تنوع الأقاليم المناخية وخطوط الطول ودوائر العرض بتمر في قارة آسيا. فهنا بيقول لك ما النتائج المترتبة على أن قارة آسيا أكبر قارات العالم من حيث الامتداد الفلكي. يعني امتداد فلكي يا مستر؟ يعني فيها خطوط طول متعددة ودوائر عرض رئيسية كتيرة. أقول الإجابة، أقول بسبب تنوع المناخ والمحاصيل. تؤدي إلى تنوع المناخ والمحاصيل الزراعية والنباتية الطبيعي. ده لو قال لي ما النتائج المترتبة. طب لو قال لي بما تفسر تعتبر قارة آسيا أكبر قارات العالم من حيث الامتداد الفلكي، أقول له بسبب اتساع مساحتها. اتساع إيه؟ المساحة. يبقى هنا بيقول لي ما النتائج إيه اللي ترتب على الامتداد الفلكي لقارة آسيا؟ أقول له تنوع المناخ والمحاصيل الزراعية والنبات الطبيعي. طب لو جبالي بما تفسر يا مستر؟ بما تفسر قارة آسيا تعتبر الأكثر امتدادا فلكي بين قارات العالم، أقول له بسبب اتساع المساحة. اتساع إيه؟ المساحة. ثالث حاجة من الاستنتاج من الموقع الفلكي إن قارة آسيا تمر بقارة آسيا نحو 3 دوائر عرض رئيسية زي ما قلنا. دوائر العرض الرئيسية هم 5 دوائر عرض رئيسية: الدائرة القطبية الشمالية ومدار السرطان ودائرة الاستواء ومدار الجدي والدائرة القطبية الجنوبية. كم من 5 دول بيمروا في آسيا يا مستر؟ 3. هم أولا الدائرة القطبية الشمالية، ودي تقع في شمال قارة آسيا. تقع فين؟ في شمال قارة آسيا. مدار السرطان يقع في جنوب قارة آسيا. في جنوب، نركز في جنوب غير لما أقول الأجزاء الجنوبية. جنوب قارة آسيا غير لما أقول الأجزاء الجنوبية. دائرة الاستواء قلنا تقع في الأجزاء الجنوبية أو الأطراف الجنوبية بدولة اسمها أندونيسيا، ودي تابعة لقارة آسيا. زي ما ذكرنا سابقا أن دولة إندونيسيا تقع في المحيط الهندي جنوب دائرة الاستواء. نشوف على الخريطة دوائر العرض كده. دي مدار، دي الدائرة القطبية الشمالية، ودي مدار السرطان، ودي دائرة الاستواء. دي دوائر العرض الرئيسية بتمر في قارة آسيا. طيب.
خلصنا كده من الموقع الفلكي لقارة آسيا. هنخش على جزء جديد من الدرس اللي هو الموقع الجغرافي. ثانيا الموقع الجغرافي لقارة آسيا يعني الحدود، حدود قارة آسيا من الخارج. زي سيادتك لما تروح تشتري بيت كده بتعاينه من الخارج، بتشوف الحدود بتاعته، الحدود الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية. نفس كده القارة مع مساحة كبيرة من اليابس مقسمة عدد من الدول زي ما خدنا قبل كده. هناخد حدودها الشمالية. يحد قارة آسيا من الشمال المحيط القطبي الشمالي، يحد قارة آسيا من الشمال المحيط القطبي الشمالي، من الجنوب المحيط الهندي، من الشرق المحيط الهادي. يبقى كده أصبحت شبه جزيرة. ولما أقول لك ما النتائج المترتبة على إحاطة المياه من قارة آسيا من 3 جهات أصبحت شبه جزيرة، ما عدا الجزء الغربي يا أحبابي. دي حدود برية وحدود بحرية مع قارة أوروبا. الحدود البرية تتمثل في جبال أورال وده يابس، والحدود البحرية اللي هو مضيقي البسفور والدردنيل. تعالى مع بعض نشوف على الخريطة الموقع الجغرافي. هنا يحد من الشمال المحيط القطب الشمالي، من الجنوب المحيط الهندي، من الشرق المحيط الهادي، من الغرب حدود برية اللي هي جبال أورال زي ما انت شايف كده، ومضيقي البسفور والدردنيل اللي بتفصلها عن أو تقترب أوروبا منها عند البسفور والدردنيل. يبقى شمال المحيط القطبي الشمالي، جنوب المحيط الهندي، شرق المحيط الهادي. فأصبحت آسيا شبه جزيرة. طب يجي لك سؤال يقول لك ماذا يحدث إذا كانت الحدود الغربية لآسيا مسطح ماء، يعني هنا مياه في الشمال والشرق مياه وجنوب مياه، في الغرب أصبحت مسطح مائي مياه سواء بحر أو محيط. هتبقى قارة آسيا أصبحت جزيرة كاملة. أصبحت إيه؟ جزيرة كاملة. يبقى أنا أقدر أحط السؤال وأصيغ السؤال بالطريقة اللي تعجبني وبنفس الإجابة. هنخش عندي أنا على أو نكمل الشرح في نستنتج من الموقع الجغرافي لقارة آسيا. إيه اللي أنا هستفاده من الموقع الجغرافي؟ إن أنا عرفت الحدود بتاع قارة آسيا. أولا تقترب قارة آسيا من تقترب قارة آسيا من قارة أستراليا عند بحر أرافورا وتيمور، عند بحر أرافورا وتيمور. تقترب قارة آسيا من قارة أستراليا عند بحر أرافورا وتيمور. تقترب قارة آسيا من أمريكا الشمالية من جهة الشرق، ونركز في كلمة جهة الشرق، عند مضيق بيرينج، عند مضيق بيرينج. تقترب قارة آسيا من قارة أوروبا عند مضيقي البسفور والدردنيل. أما تقترب قارة آسيا من قارة أوروبا عند مضيق باب المندب. طب نلقي نظرة على الخريطة مرة أخرى، لأن أنا لازم أبص على الخريطة عشان تجيلي في الامتحان. هذه قارة آسيا وهذه قارة أستراليا. هنا بحر أرافورا وبحر تيمور. يبقى تقترب من قارة آسيا. يبقى تقترب قارة آسيا من أستراليا عند بحر أرافورا وبحر تيمور. تقترب قارة آسيا من أفريقيا عند مضيق باب المندب. تقترب قارة آسيا من أوروبا عند مضيقي البسفور والدردنيل. طيب تقترب قارة آسيا من أمريكا الشمالية من جهة الشرق. هذه أمريكا الشمالية الكرة الأرضية لافة. الكرة الأرضية دائرة أو شبه دائرة، فنلقى هنا أمريكا الشمالية جزء من أمريكا إيه؟ الشمالية. هنا ده مضيق اسمه مضيق بيرينج. مضيق إيه؟ بيرينج، بس من جهة إيه؟ الشرق. دي آسيا ودي أمريكا الشمالية. نقترب عند مضيق بيرينج. مضيق إيه؟ بيرينج. طب قارة آسيا يفصلها عن أفريقيا البحر الأحمر. قارة آسيا بيفصلها عن أوروبا جبال أورال. تاني حاجة بستفادها من دراسة الموقع الجغرافي قارة آسيا، إن يفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا لسه جايلينها البحر المتوسط، ويفصل قارة آسيا عن قارة أفريقيا البحر الأحمر. أما تتصل قارة آسيا بقارة أفريقيا عند شبه جزيرة سيناء. تتصل يعني مفيش عائق مائي بيحجز بينهم، اليابس متصل على طول في شبه جزيرة سيناء. يا مستر طب ما في قناة السويس، أنا لازم أسأل نفسي
هل قناة السويس ده عائق مائي بيمنع اتصال القارتين ببعض؟ لا، لا تعتبر قناة السويس عائق مائي بيمنع الاتصال بين آسيا وأفريقيا، لأن قناة السويس مجرى مائي ضيق جدا، ممكن أعمل كباري وممكن أعمل أنفاق تحت القناة، وبذلك أسهل حركة السير والمرور من وإلى قارة آسيا أو من مصر إلى شبه جزيرة سيناء. هناخد مساحة قارة آسيا. تعتبر قارة آسيا أكبر قارات العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 44.2 مليون كيلو متر مربع. المساحة دي تمثل 30% من مساحة اليابس اللي هم السبع قارات. قارة آسيا تمثل مساحتها كام؟ 30%. واحنا خدنا قبل كده في الموقع الفلكي ان اتساع مساحة قارة آسيا ده ساعدها على تنوع الموقع، ساعدها على الامتداد الفلكي وتنوع المناخ ووجود أقاليم مناخية متعددة وتوالي عرض متعددة بها. هناخد أهمية موقع قارة آسيا. قارة آسيا موقعها ليه أهمية كبيرة بالنسبة لقارة آسيا والعالم كله. أول حاجة هناخد الأهمية الاستراتيجية. أول ما أسمع كلمة أهمية استراتيجية مصر، احنا خدناها قبل كده سابقا إن الأهمية الاستراتيجية أهمية المكان وقت الحروب والأزمات والسلم. طب إيه اللي أكسب قارة آسيا أهمية استراتيجية؟ ليش معنى القارة دي اكتسبت أهمية استراتيجية؟ أول حاجة لأنها تطل على مسطحات مائية، تطل على مسطحات مائية اللي هي المحيطات، احنا لسه ذاكرين القطب الشمالي والهادي والهندي. قارة آسيا بتشرف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لحركة التجارة العالمية، مثل مضيق باب المندب اللي هو بوابة البحر الأحمر الجنوبية، ومضيق هرمز اللي هو يمثل 20% وأكثر من حركة تجارة الطاقة العالمية، واللي عليه مشاكل حاليا بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هنا هو مضيق هرمز تتحكم فيه آسيا بشكل كامل. مضيق هرمز بتتحكم فيه آسيا بشكل كامل، وهو أهم مصدر للطاقة في العالم، مرور الطاقة في العالم. تاني أهمية عندي الأهمية الاقتصادية. أهمية اقتصادية يا جماعة إن قارة آسيا قديما كانت معبرا رئيسيا لطرق التجارة البرية والبحرية القديمة العالمية، مثل طريق الحرير، وده طريق بيستخدمه الصين في تصدير الحرير من الصين إلى أوروبا والأمريكتين، وطريق التوابل اللي كانت بتستخدمه الهند في تصدير التوابل من الهند إلى أوروبا والأمريكتين. كانت آسيا بتسيطر عليه لأن الصين والهند تقع في قارة آسيا، وبالتالي هم اللي بيسيطروا على الطرق دي التجارة العالمية سواء برية أو بحرية. طيب الأهمية الاقتصادية للموقع الفلكي لقارة آسيا أدى إلى تنوع المناخ والنبات الطبيعي والحيوان البري والمحاصيل الزراعية. هناخد عندي الأهمية الحضارية. أول ما أسمع كلمة أهمية حضارية أعرف إن هو عايز الحضارات. يجيلك السؤال دلل على صحة العبارة، اثبت صحة العبارة بما تفسر لقارة آسيا أهمية حضارية. يبقى أنا هقول له أسماء الحضارات اللي كانت موجودة في قارة آسيا سواء القديمة أو في التاريخ العصور الوسطى. هناخد قيام العديد من الحضارات القديمة مثل الحضارة الصينية، ودي أقدم حضارة ظهرت في التاريخ، الحضارة الصينية، ثم الحضارة الهندية، ثم حضارة بلاد الرافدين في العراق، ثم حضارة فينيقيا اللي في سوريا ولبنان، ثم الحضارة الإسلامية اللي بنعتز بيها وبإنجازاتها وفضلها على الحضارات الأخرى. رقم جيم الأهمية الدينية، ما زي السؤال بالظبط الأهمية الدينية. أي سؤال دلل اثبت صحة العبارة بما تفسر. لقارة آسيا أهمية دينية بين قارات العالم لأنها عاش على أرض الكثير من الأنبياء. تتشرف قارة آسيا أن عاش على أرض الكثير من الأنبياء منذ عصر سيدنا آدم وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قارة آسيا نزلت عليها الرسالات السماوية الثلاث، اليهودية على سيدنا موسى، والمسيحية على سيدنا عيسى، والإسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوجد بقارة آسيا أماكن مقدسة يقصدها الزائرين المحبين المتدينين. الكعبة المشرفة في السعودية، والمسجد الأقصى بفلسطين، وكنيسة المهد
في فلسطين. دي اللي أكسب قارة آسيا أهمية دينية. ننتقل إلى جزء آخر من الدرس اللي هو موقع قارة أوروبا ومساحتها. كده خلصنا قارة آسيا، هنخش على قارة أوروبا. نتناول في قارة أوروبا، هناخد الموقع الفلكي والموقع الجغرافي زي ما تناولنا دراسة الموقع الفلكي والجغرافي في قارة آسيا والأهمية في قارة آسيا، نفس الكلام هناخده في قارة أوروبا. هيا بنا نخش في قارة أوروبا ونتوغل داخلها ونشوف حدودها والكلام ده كله. هناخد الموقع الفلكي لقارة أوروبا. قال لي قارة أوروبا تمتد قارة أوروبا بين دائرتي عرض من 36 ل 71 شمالا، وخطي طول 66 شرقا و25 غربا. طيب نستنتج من الموقع الفلكي لقارة أوروبا إيه اللي أنا هستفاده من الموقع الفلكي لقارة أوروبا؟ أول حاجة، قارة أوروبا تمتد في نصف الكرة الأرضية الشمالي. كل قارة أوروبا تمتد أو تقع في نصف الكرة الأرضية الشمالي. إيه اللي ترتب على وقوعها في نصف الكرة الأرضية الشمالي؟ أدى ذلك إلى وقوعها في المنطقة المناخية المعتدلة والمعتدلة الباردة الشمالية. المعتدلة والمعتدلة الباردة الشمالية في المناخ. طيب تاني حاجة بستفادها من دراسة الموقع الفلكي لقارة أوروبا، إن بيمر بها دائرة عرض رئيسية واحدة اللي هي الدائرة القطبية الشمالية. هناخد الموقع الجغرافي لقارة أوروبا. تحيط بقارة أوروبا المسطحات المائية من 3 جهات تتشابه مع قارة آسيا، بس باختلاف. قارة آسيا الجهة الغربية ليست مسطح مائي، بينما قارة أوروبا الجهة الشرقية ليست مسطح مائي. تعال نشوف قارة أوروبا المسطحات المائية تقع في أي اتجاه. تحيط قارة أوروبا مسطحات مائية من 3 جهات. عندي الجهة الشمالية اللي هو المحيط القطبي الشمالي، يبقى يحيط بأوروبا المحيط القطبي الشمالي من الشمال. جنوبا البحر المتوسط البحر الأسود. غربا المحيط الأطلنطي، يبقى أنا ناقص الجهة الشرقية. أنا عندي الشمالية والجنوبية والغربية مسطحات مائية، أصبحت أوروبا شبه جزيرة لأنها يحيط بها المياه من 3 جهات شمالا وجنوبا وغربا ما عدا الجهة الشرقية. ما عدا الجهة يا جماعة الشرقية. طيب هنستنتج من الموقع الجغرافي. ايه اللي استفاده انا من الموقع الجغرافي؟ قال تقترب قارة اوروبا من افريقيا عند مضيق جبل طارق. تقترب قارة اوروبا من افريقيا عند مضيق جبل طارق، لكن بيفصلهم الاثنين مع بعض البحر المتوسط. يبقى يفصل اسيا يفصل اوروبا من افريقيا البحر المتوسط، لكن يقترب الاثنين عند مضيق جبل طارق. مضيق مين؟ جبل طارق. هناخد المساحة. عندي المساحة تحتل قارة آسيا المركز السادس بين قارات العالم. تبلغ مركز السادس، تبلغ مساحتها 10.5 مليون كيلومتر مربع. تمثل 10 مليون دي كام يا مستر؟ 7% من اليابسة، يعني 7% من قارات العالم. طيب ماذا يحدث إذا كانت الحدود الشرقية لقارة أوروبا مسطح مائي؟ أصبحت جزيرة كاملة. أصبحت جزيرة كاملة. هناخد أهمية موقع قارة أوروبا. زي ما خدت قارة آسيا الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والحضارية والدينية، هناخد في أوروبا 3 بس: الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والحضارية فقط. الدينية أوروبا ملهاش أهمية دينية. هناخد الأهمية الاستراتيجية. إيه اللي أكسب أوروبا موقع أوروبا أهمية استراتيجية؟ أولا تدخل على مسطحات مائية مهمة في حركة التجارة الدولية زي البحر المتوسط والبحر الأسود ومحيط الأطلنطي. تتحكم قارة أوروبا في ممرات مائية مهمة مثل مضيقي البوسفور والدردنيل ومضيق جبل طارق. ننتقل إلى الأهمية الاقتصادية. إيه اللي أكسب قارة أوروبا أهمية اقتصادية؟ بتفيد الاقتصاد العالمي فيه. أولا عندي الأهمية الاقتصادية للموقع الجغرافي، والأهمية الاقتصادية للموقع الفلكي. الأهمية الاقتصادية للموقع الجغرافي إن يساعد موقع الجغرافي المطل على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي إلى سهولة التواصل الاقتصادي والتجاري مع قارات العالم المجاور. ساعد موقع الفلكي على تنوع المناخ والنبات الطبيعي والمحاصيل الزراعية.
منها